السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله حلوه جدا. هنعمل صينيه فراخ مشويه في الفرن. معايا وراب، معايا بصلتين كبار متقطعين جوانح، معايا 3 جزرات متقطعين، معايا 3 بطاطسيات، معايا فلفل، معايا بشر طماطم والتوابل، معايا توم باودر، فلفل اسمر، كاري، 7 بهارات، 4 حبايات قرنفل، و4 حبايات حبهان، وورق لوري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنجيب بقى الصينيه اللي هننزل بيها بالمكونات كلها. زي ما حضراتكم شايفين نزلنا بالبصل، هننزل بالفلفل والجزر والبطاطس. قطعيها التقطيع اللي تعجبك، بالطول، مكعبات، طرنشات، التقطيع اللي تعجبك. هننزل بقى بالتوابل كلها عليها. طبعا انا الرخامه دي قبل ما بشتغل عليها ببقى غسلها كويس جدا ومعقماها ومخليها زي الفل. التوابل حطينا معلقه ملح عشان كنت نسيت احطها. هدعك بقى التوابل مع الخضار كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. انا بدعكها، ادعكه حلو جدا زي الفل، يعني ادعكه لغايه لما التوابل دي كلها تتشرب في قلب الخضار زي ما حضراتكم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما احنا متفقين طول ما احنا واقفين شغالين نذكر ربنا ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يدينا البركة في بيتنا وفي حياتنا وفي الحاجة اللي بنعملها ان شاء الله. نزلنا بنص بشرة طماطم. الطماطم دي انا بشرة عليها بنجر، يعني طماطم وبنجر، نص بنجرايه انا بشرها عليها، هي اللي مديها اللون الاحمر الحلو ده. انا مش بحط صلصة على الاكل، انا ببشر بنجر او فلفل رومي احمر اللي هو الحلو، فلفل رومي احمر. ده هيدي قيمة غذائية اكتر في الطماطم، اكتر من الصلصة واحلى من الصلصة كمان. الفراخ اهي انا غسلها كويس قوي ونقعاها في ملح وخل وليمون وملح وخل وليمون اللهم صل على النبي. نسيت، انا مش فاكره. ودقيق، وغسلها كويس جدا جدا. هحط انا بقى هنا طبقه حبه من الخليط ده في الارضيه بتاعت الصينيه، وهحشي الفراخ بين اللحم وبين الجلد، وهخلي اللحمه كلها تتاخد من بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هتبلها كويس. انا مخرمه الفراخ من عند العظم كده، مخرمه بين العظم عشان ما يبقاش فيها دم عند العظم كده. بيبقى ساعات في فراخ اللي بنجيبها، اللي بتجيبوها من بره وكده، بيبقى فيها دم عند العظم. التخريم للفرخه بين العظم كده، بين اللحم والعظم، عشان الدم ما يبقاش فيه، ما يتجمعش جنبيها. هنعملها كلها، ودي تقعد في التتبيله ساعتين في التلاجة، ويستحسن قبليها بيوم. هيخلي التوابل تشرب كلها، اللحم كله يشرب من التوابل وتبقى زي الملبن كده. بس طبعا احنا عشان مستعجلين فخليتها ساعة بس في التتبيله. بسم الله ما شاء الله. انا هقلبها على وشها، هتاخد غلوتين 3 كده، نص سوا في الفرن على وشها، وبعدين اقلبها تاني وادهن وشها بالصلصه الباقيه اللي انا شايلاها زي ما حضراتكم شايفين كده. حتى الدبابيس انا مخرماها من عند العظم، وهحشيها كمان من جوه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بحشيها ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو الحشوه دي بتبقى في منتهى الجمال، والخضار كمان معاها بيبقى تحفه.
يعني عايزة تعملي بقى جنبها رز بشعرية، رز محمر اللي هو حبة وحبة، رز أبيض، رز بالمبهر، الرز اللي يعجبك، أو مكرونة. احنا عن نفسنا احنا هناكلوها بالعيش مع الخضار اللي فيها وخلاص. جنبيها بقى طبق مخلل، طبق سلطة، اللي يريحكم. خلاص انا خلصت الكمية كلها، هنزل بالخضار الباقي بقى على ايه الفراخ. زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، التعليقات الحلوه بتاعتكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. الصلصه دي اللي انا هدهن بيها وشها لما تستوي نص ساويه واطلعها، هنشوف مع بعض ان شاء الله. هنحطها بقى في الفرن. انا كده حطيتها في الفرن وطلعتها بعد 10 دقايق او ربع ساعة. هقلبها بقى على الوش التاني، هي كده استوت نص سوا يعني. هقلبها بقى على الوش التاني زي ما حضراتكم شايفين كده وانا بقلبها. بسم الله ما شاء الله، ريحتها في منتهى الجمال. ان شاء الله طريقتنا تعجبكم وتجربوها بإذن الله وتعجبكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. خلاص انا قلبت كله، هدهن بقى الصلصة على الوش زي ما حضراتكم شايفين. انا هدهن كل واحدة بالصلصة. الصلصة دي بقى ايه، هتديها اللون المكرمل الحلو، وهتديها طعم الشوي، وهيبقى طعمها ولونها في منتهى الجمال. ان شاء الله هتشوفوه معايا لما نخلصها ونطلعها. زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. خلاص احنا كده خلصنا دهن. هنحطها بقى في الفرن وهنشوفها مع بعض لما تستوي نخلص خالص. اهي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. كده بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها ولونها عامل ازاي. اللحمه دايبه خالص، بس انا مش عارفه امسكها عشان سخنه ملهلبه. اللحمه بتاعتها دايبه خالص، والخضار كمان مستوي وزي الفل. زي ما حضراتكم شايفين لون الشوي كمان. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا وشفا على اللي ياكلها وعلى اللي هيجربها ان شاء الله. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم